مساء الخير، اهلا بيكم. فيما تيجي اقول لك اتاخرنا عليكم كتير، لكن ادينا راجعين. والنهارده هنتكلم عن مسابقه التربيه والتعليم لمدرسين اللغه العربيه. يلا بينا يلا بينا. زي ما انتم عارفين المسابقه مفتوحه لخريجي اللغه العربيه، سواء من تربيه او غيرها من الكليات، زائد الدبلوم التربوي لغايه سن 40 سنه، يعني يكون عنده 40 سنه دلوقتي، وتكون طبعا بطاقته سارية ومقدم في نفس المحافظة اللي بطاقته فيها قبل الإعلان. والإعلان دخل خلاص حيز التقديم، نقدر نقدم من دلوقتي ولغاية يوم 27/3. والورق بتاعنا لازم يكون JPG، اللي هي يعني صورة، ويكون واضح، يكون بألوانه، ويكون الصورة الواحدة 1 ميجا أو أقل، وبنرفعها في الاستمارة الإلكترونية. ونحاول بقى ايه يعني نغير في الاوقات وكده، على اساس لو في ضغوط او حاجه ان شاء الله ما يكونش في ضغوط. وسؤال بيتكرر كتير جدا، اللي هو فكره هل لو انا ادارتي مش موجوده في ادارات المحافظه اللي انا تابع ليها وموجوده اقدم؟ فاقول لك من حقك تقدم، لكن في حاجه لازم تاخد بالك منها. محافظه زي اسكندريه في 5 ادارات من 8 هم اللي موجودين، لكن تقدر تقدم لو كنت من اداره ثانيه، لان المسافات صغيره بين الادارات. اما محافظه زي اسوان فهم ادارتين بس، وبالتالي لو انت بعيد في ادارتك عن الادارتين دول هيكون صعب انك تقدم. اذا شفت ان الموضوع تقدر تتعامل معاه، على الاقل في اول سنتين اللي هم لو حضرتك نجحت مش هينفع التحول فيهم من ادارتك للاداره التانية، فتوكل على الله وان شاء الله ربنا يوفقك. فحضرتك لما تجمع ورقك، والورق ده بيكون طبعا الكلية والتربوي لو زيادة، ولو في شهادة أعلى ماجستير أو دكتوراه، طبعا شهادة الجيش للبنات، الشهادة الخدمة العامة أو الإفادة إنها بتقدمها، طبعا الإيصال البنكي. 3 البنوك الكبار اللي هم الأهلي ومصر والقاهرة بتحط رقم الإيصال في الاستمارة، بيكون في الصفحة التانية، هم 3 صفحات. وطبعا لو كان بالإنجليزي هتلاقي زيها زي العربي في نفس الخانة بالرقم. وبعد ما تحط بياناتك كلها وفقا للبطاقة، وتحط الصور دي، بتبدأ يعني زي يحمل، وبعدين يطلع لك الرقم ده لازم تحتفظ بيه، علشان هو الرقم اللي هتتابع بيه بعد كده، هو رقم من 8 أرقام وأوله 15. إذا كنت حضرتك قدمت وطلع لك الرقم الصومالي أوله 15، فحضرتك هتنتظر فرز الأوراق بعد انتهاء التقديم، غالبا بعد مثلا 3 أسابيع، شهر، أيا كان. وإذا تم قبولك المبدئي، وده بتعرفه من استعلامك بالرقم القومي والرقم السري دوت من اللينك اللي بينزل على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تبدأ بعد كده تذاكر. طبعا عندك محاور مختلفة، ومحور واحد هو اللي ثابت التخصص، والمحاور دي امتحانها كله بيبقى اختيارات، وبيبقى كل عدد أسئلة عندك وقت أقل من وقته، وبينهم راحة من 5 ل 10 دقايق. عندك محور الكفاءات السلوكية والقدرات الذهنية. كفاءات سلوكية: أحب ولا أحب، أوافق ولا أوافق، وهكذا. بلاش أوافق جدا، أوافق جدا، وخليك في محايد في أداء الحدود. بعد كده قدرات الذهنية: الأشكال والأفكار والمسائل اللفظية والتراتبية، الحروف. بعد كده عندك حاجات عامة: 20 سؤال في العربي بشكل عام، في الإنجليزي بشكل عام، في الحساب الليلي بشكل عام ICDL. وعندك المعلومات العامة اللي فيها أدب وتاريخ وجغرافيا، وكمان إنجازات الدولة المصرية في 2014 2025. الحاجتين التربوي ركز فيه طبعا، وبعد كده التخصص 50 سؤال في اللغة العربية، ركز على الصرف والبلاغة، ومعاهم بقية الفروع أقل سنة. لما ينزلوا بقى محافظتك بعد شهور علشان تروح تمتحن، برضو تستعلم وتتابع التعليمات وتركز فيها. أهمها إنك تروح قبل الميعاد بساعتين على الأقل، الميعاد محدد، سواء في القاهرة أو في غيرها، وبيكون معاك أوراقك كلها اللي قدمتها في الاستمارة الإلكترونية في فايل بعد كده بيديها لك تاني بعد الامتحان. أنا مصطفى حسين، استنوني.